لقاء الهلال الذي جمعه بضيفه القدساوي كان من طرف واحد، ولم يجابه الضيوف مستضيفيهم بهجمات مضادة، بل سيطر الزعيم على أجواء اللقاء من البداية وحتى آخر دقيقة. جاء الهدف الهلالي مبكرا بعد انطلاقة صاروخية وسريعة لسلطان البيشي، لعب على إثرها كرة عرضية عاد لها الكوري يوبيونغ ليلدغها برأسه وتتجه للزاوية البعيدة، يعجز معها الحارس عن الوصول إليها وتدخل الكرة بالشباك. جاء الهدف الهلال الثاني بعد خطأ دفاعي لا يغتفر من عبد الله القرني الذي فشل في إبعاد الكرة، يتابعها الشمشون الكوري يوبيونغ ويضعها في الشباك كهدف هلالي ثاني. الثقة المفرطة وضمان النتيجة عاملين جعل نواف العابد لا يجيد التعامل مع انفرادته بالمرمى، وفشل العابد في استغلال هذه الكرة الخطرة. وأخيرا جاءت فرصة للقادسية تهدد مرمى الهلال حين واجه ريان بلال المرمى الهلالي ولعب كرة ساقطة من فوق الحارس ومن فوق المرمى كذلك. قبل نهاية اللقاء بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السويدي ويلهامسون الذي تعرض للإعاقة بعد خط المنطقة بمليمترات، ويتقدم هو بنفسه لتنفيذها، وجن الهلال الأزرق يعود للتسجيل وهز شباك الخصوم من جديد. الهلال انتصر وواصل العطاء متأملا في تعثر المنافسين له على صدارة، والقادسية عثرات مخيفة لا تعلم إلى أين ستتجه ببنو قادس. مسفر الخثعمي، كورة.